مش متخلف كأن مثلا مستوى التعليم منخفض، ولا مستوى الكتاب الجامعي ولا المذكرات، ولا مفيش كتاب خاص عشان يتعلموا البحث. لا، ده يمكن يكون المقاييس من ضمنها حكايه البحث العلمي. عشان كده يا اخواني، جانب المؤسسيه في العمل شيء مش انا بقوله وبقول ان احنا لازم نحيا كرام على انفسنا، مش كلام عمومي، لا، ده انت بتنقذ نفسك من ان العالم بينظر اليك نظره، اسمع اللفظ ده كده وان كان صعب، نظره ازدراء. دول الناس اللي ما عندهمش مقاييس. ويعلم اي واحد خرج بره انه احيانا يروح واحد معاه رايح مثلا لجامعه في جنوب انجلترا، يقول لهم انا عايز ادرس الموضوع الفلاني، يقولوا له قدامك حل من الاثنين، يا تدرس في الجامعه دي، في الحاله دي مش هتختار الموضوع ده، يا اما انت مصمم على الموضوع ده فمكانك في الجامعه اللي في شمال انجلترا، لان عندهم خريطه يعرفوا يوصلوا ازاي ومن ايه وايه البلد محتاجه ايه. عشان كده يا شباب، طول ما العقل المصري ما فيهوش صياغه ورؤيه، ما فيهوش مؤسسيه، ما فيهوش دوله، ومش مؤسسيه يعني مؤسسات قويه وبس، ده الوصله بين شيء وشيء. انا لا انسى انه في يوم من الايام كان مدرس، بل كان استاذ القانون التجاري في كليه الحقوق، يدرس كلاما مختلفا عن استاذ القانون التجاري الذي يدرس القانون التجاري في كليه التجاره في جامعه واحده، بينهم 150 متر. مفيش مانع، ما هي دي رؤى ونظريات والاساتذه بيقولوا، لكن ما كانش الفكره كده، الفكره في المعلومات نفسها، في التاسيس العلمي. لازم يحصل نوع من الصياغه، ولذلك احنا عندنا هنا في مصر حاجات هقولها لكم المره دي زي بعضه، وبعد كده هنخبي وشنا ونقول مش عايزين حد يسمع عننا الكلام ده. عندنا الارض الزراعيه في مصر كانت مثلا متميزه بانها بتزرع القطن طويل التيله. قطن طويل التيله مفيش منه في العالم، ومفيش احسن من كده، وحاجه هايله وما حصلتش، ولذلك ده تميز، وعشان نعرف نصدر و ما خدناش بالنا. عشان تعرفوا ان مؤسسيه الدوله اللي انا لا اكف عن الدقه عليها ضروره حياه، ما خدناش بالنا ان الدنيا اتغيرت من كذا ناحيه. اولا لما المصانع، وانتوا عندكم هنا الدقهليه للغزل والنسيج من ضمن مصانع الدقهليه، لكن في المحله وفي حلوان وفي مصانع كثيره، لما جم يطوروا المصانع يا 100,000 خساره، طوروها بحيث ان المكن بقى بيعرف يصنع، او جابوا المكن المصمم لتصنيع القطن قصير التيله، فبقيت تزرع طويل التيله وما تعرفش تصنع غير قصير التيله. لا هم خلوا المصانع زي المزارع، ولا خلوا المزارع زي المصانع. ليه؟ لان في نوع من انفصام الشخصيه عند الدوله. عشان كده انا لما بدق على كلمه دوله محترمه، يعني دوله الوصلات بينها ما انتجلكش حاجه وتتركن عندك. ما تقوليش ازرع فول سوداني ولب وعباد الشمس اللي دوار الشمس بنسميها وفي نفس الوقت الناس، وتقول لي اصرف على مثلا الموز، والموز زراعه محتاجه ميه كتير جدا اكتر من قصب السكر مثلا، اصرف عليه، والناس مثلا مش عارفه تاكل لا رز ولا مثلا قمح ولا مش عارف الحاجات الاساسيه. اذا الفكره تدور حوالين ان عشان تعمل دوله محترمه، دي كرامتك. كلمه سنحيا كراما لازم يكون من ابجدياتها ان انا بفكر. اقول لك حاجه اكتر في القطن طويل وقصير التيله عشان تعرفوا احنا بندافع عن كرامتنا. انتوا مش شايفين انتخابات رئاسه الجمهوريه دلوقتي؟ انت بتدافع عن كرامتك كشاب مصري يقف قدام شباب العالم ما يبصروش على انه ما هو دول اللي ما بيفهموش. القطن اللي كنا بنتميز بيه اللي اسمه طويل التيله ده العالم طور زراعاته بره واصبح بيزرع قطن طويل التيله بحيث ان
القطن المصري بتتراجع سنة بعد سنة بانتظام وبلا توقف.